وبمدربيه وبالمشروع المنتخبي الرياضي على اختلاف الدول، انه يرتقي من مجرد انه يكون في كاس العالم، من مجرد انه يشارك في كاس العالم، من مجرد نحتاجه هو أن نصاحب هؤلاء اللاعبين وأن نطلب منهم أن يقوموا بما هو أكثر في الأندية التي يلعبون فيها. كابتن جمال، أعتقد أن تشخيص الواقع بعد نهاية أي مشوار هي نقطة أيضا كنت تحث عليها دائما في بعد خروج العرب جميعا، وقلت لازم ما نبنوا لما هو قادم. اليوم يبدو أن في المغرب العمل انطلق فعليا. أشار إلى نقطة مهمة رضوان جيد في تصريحاته التي عرضت أيضا في أسئلة محمد وهبي راح معي إلى الجيدة. محمد وهبي أشار إلى نقطة مهمة في تصريحاته وأيضا في أسئلة الصحفيين. قال ما نبيش يكون التركيز على مباراة فرنسا، لدينا عدة أبعاد، لدينا عدة مباريات كبيرة، وأشار إلى ضرورة استمرارية المشروع. أشوف عنده الحق، يعني مباراة فرنسا ما تقدرش تكون هي مرجع يعني بالنسبة ليه ولا يبني عليها، لأنه المفروض يبدا منها من يعني راح تكون انطلاقه مره ثانيه منها، يعني ما لازمش يعني ترجع لها وتبقى غارق فيها لانك قال كلمه مليحه، الفوارق فنيه ظاهره، ما تكذبش على نفسك، يعني ما تقدرش تلوم يعني انت حقيقه. اكيد هذه ظاهره العيان، يعني حتى لو تقول لي شفنا السوء تاع فرنسا امس، السوء تاع فرنسا امس كان راجع لقوه اسبانيا، ما كانش راجع يعني لضعف المنتخب المغربي، لازم نكونوا واقعيين. انا وش هضر هو راني معاه يعني، انا نشاطره في الراي في كل ما قال صراحه، يعني تبعت وش هضر وشاطره في الراي، وخاصه انه يعني كان خاطبهم بطريقه مباشره، يعني بدون لغه خشب، قال انه قال راه حتى اللاعبين راه اللي يجونا صحيح هم نجوم في فرقهم، لكن ليس بنفس الاسماء المتاحه في المنتخبات الاوروبيه، وقال بدوافع انه هو جاي بدافع انه هو بيساعد المنتخب بلاده. ايضا هذه الواقعه وهذه الوضعيه نشوفها في الجزائر، في تونس وغيرها من شوف هذا المدرب يعني مدرب المنتخب المغربي كان مدرب في الفئات الشبانيه الشباب يعني مشروعه عنده بزاف من اللي بدا لي، هذا يتكلم يعني بثقه. المشروع تاعو ما بداش الان، المشروع تاعو بداه يعني من سنوات انا نتوقع، وكان هذا هو طموحه، ونتوقع انه كانوا مهيئينه يعني نوعا ما. نشوف انه زي ما قلت في المره الاولى، يعني المدرب هذا يعني ما لازمش نظلموه ونربطوه بنصف النهائي تاع كاس العالم الاخيره. ربع نهائي يعني يعتبر ايجابي بالنسبه لي، لانه خاصه لانه واجه فرنسا، ونقولوا برافو يعطيك الصحه. انا الشخصيه نحب شخصيه مثل هذه. طيب يعطيك الصحه. كابتن طارق، اعتقد ان المشروع اللي تكلم عليه في ضغط وريسك عالي. لماذا؟ اليوم راهو في ناس تقول لك من المفترض ان تكون المغرب في ادوار ابعد من اللي وصلت له، خصوصا انها دوله مستضيفه. ايضا نزيدك نقطه اخرى، هناك عمل كبير تقوم به المغرب في هذه الاثناء ومنذ مده، والجامعه التونسيه وعلى صعيد السلطه الملكيه، بان يكون ايضا النهائي في المغرب، نهائي المونديال، وهذه مساعي راي كبيره، واعتقد ان في بعض الدول انسحبت من هذا الرهان نظرا لجديه المغاربه وكذلك قدرتهم على الاقناع. ان شاء الله ان شاء الله يكون النهائي، لكن نبو كاس المونديال. ساعه خلينا نبداو ساعه بالامنيات انه نهائي المونديال 2030 تحتضنه المغرب، هذا اولا. اثنين، على مستوى الاصل، تو كنا في الشكل، نحن على مستوى الاصل جميل جدا انه يكون عندك هذه الثقه، مهم جدا انك تبني ثقه جماهيريه حتى لو كانت تسلط عليك ضغط ايجابي فائق. مهم جدا انه تزرع الثقه انه راهو طموحي كمغربي جزائري تونسي عربي اني نكون في نصف النهائي المونديالي. راهو نحكيو على احلام كانت في باب المستحيلات. في باب المستحيل كان يكون عندنا لاعب متوج بشامبيونز ليج الاوروبي، او موجود في بطل انجلترا وبطل فرنسا وبطل هولندا وبطل ايطاليا. مهم جدا انه الشعور العربي بابنائه وبمدربيه وبالمشروع
المنتخبي الرياضي على اختلاف الدول انه يرتقي من مجرد انه يكون في كاس العالم، من مجرد انه يشارك في كاس العالم، من مجرد انه نحصد عائدات كاس العالم، من مجرد انه نخرج من دوري المجموعات، من مجرد انه نقدم مباراه مهمه من منتخب فرنسي او هولندي او اسباني او كذا. فحجم الثقه برغم انها تزرع لك ضغط متزايد، لكن مهمه جدا باش انك تطور من مشروعك عبر تطوير حلمك اللي يولي حقيقه، وان شاء الله نوصلوا الى تطبيق هذه الاحلام الى حقيقه. بنظرة صحفية الكلام اللي كنا نحكوا فيه رد عليه وهبي وما تعبناش. الجانب الإيجابي هو أنه وهبي بعد العودة من الولايات المتحدة الأمريكية قرر أن ينظم ندوة صحفية للتواصل مع وسائل الإعلام ومن خلالهم مع يعني الجمهور المنتخب المغربي. هذه نقطة إيجابية يعني تحسب له، صحيح تحسب له على مستوى التنظيم يعني صحيح. هذه نقطة إيجابية جدا لأنه مهم يعني أن تتواصل، مهم أن تجيب على العديد يعني من الأسئلة وتلقي إضاءات على ما حدث وعلى ما سيأتي. فهو يعني تحدث على مسار المنتخب المغربي. صحيح لا يمكن أن نختزل يعني مشاركة المنتخب المغربي في مباراة فرنسا وننسى أننا وصلنا إلى الدور، وننسى أننا تفوقنا على هولندا وحرجنا البرازيل. تفوقنا على هولندا وكنت مع مباراة كبيرة مع البرازيل، وأيضا أنك الوحيد اللي واجه 3 منتخبات مصنفة ضمن العشرة الأوائل. طبعا الحال تدبير المباريات يختلف. بعض القراءات يمكن أن يخطئ فيها المدرب، بعض القراءات يمكن أن تكون صحيحة ولكن الأدوات لا تسعف يعني في بعض الأحيان. الجانب الآخر أيضا أنه الطموح يعني دائما مشروع، ولكن ايضا يجب ان يكون بشكل عقلاني. لان اليوم كنتكلموا على اسبانيا كم عدد المرات التي لعبت في الدور نصف النهائي؟ مرتين فقط في موسم سنه 2010 حينما توجت، واليوم صح. يعني ايضا للمره الثانيه كتلعب نصف النهائي وتتفوق فيه. نتكلموا على كره قدم اسبانيا احتراف يعني بالسنوات طويله جدا، ريال مدريد، البارسا، تكوين نوعيه المدربين وما الى ذلك. إذا يجب أيضا أن نرسم أحلامنا أيضا بشكل عقلاني حتى لا تتحول في بعض الأحيان إلى أوهام. وأيضا حتى الجمهور أيضا يجب أن عدد واحد الفئات من الجمهور أيضا يجب أن تكون لها أيضا العقلانية أيضا في التحليل، لأنه الربع النهائي مهم جدا. الطموح يعني كبير جدا أن نبقى في هذا المركز يعني امر مطلوب. نصل نصف نهائي لما لا؟ طيب تراهن بعد سنوات على اللقب لما لا؟ ولكن ايضا يجب ان نكون واقعيين وعقلانيين. اعتقد ان هذا المحور راح ناخذ فيه باختصار اللي هو المحور الاخير اللي هو القرارات المنتظره، وبنمشي معك كابتن طارق. لماذا؟ لاننا نتكلم على جوانب قانونيه. صح. الفيفا تؤجل العقوبات. هناك من يرى أنها قد تكون قاسية على العرب ونحتاج إلى تفسيرات. كيف تشوف لهذه الوضعية؟ وخصوصا الفيفا هددت أو لوحت في أكثر من مناسبة ومن خلال تصريحات صحفية أنها لن تتهاون مع من صرح ضد التحكيم. والله ما زلنا سمعنا ديشان. ما نعرفش ديشان يدخل في تحذير الفيفا والا يستثنى من تحذير الفيفا. هذا اجدد تصريح. هذا اجدد تصريح ما لهوش ساعات. خليني تو نرجع لك من بعد على انه العربي عامه لازم يكون متميز ضارب 5 باش يحكم مباراة أو باش يكون في فريق ما أو باش يكون لسان دفاع أو خلينا نرجع للعنوان نتاعك. الفيفا تؤجل عقوبات المونديال. هل أنه أمر عادي أم أمر استثنائي؟ أمر عادي جدا في كل المسابقات الإقليمية والدولية، طالما أنه ما ثماش ظرف الاستعجال، يعني ورقة حمراء سيشارك في نصف نهائي، مدرب صرح أو كذا عنده نهائي أو نصف نهائي. طالما نحن في غياب صبغة الاستعجال من العادي جدا أن تؤجل العقوبات. هذا واحد. 2 على مستوى الذوق الإجرائي، هذا الطبيعي. 3 إذا كان نربط تأجيل العقوبات بالمنحى العربي، وهو ما حصل بين مباراة المنتخب المصري والمنتخب الأرجنتيني في تصرف أو في تصريحات كابتن المنتخب المصري حسام حسن. نعتقد أنه بصبغة موضوعية وبصبغة شخصية وبصبغة موضوعية أكثر من الشخصية. لا أجد مبررا يمكن أنه يتناسب بين الشرح أو التوضيح أو النقد أو الامتعاء، أنه هذا يبوب في باب المجال التأديبي. يعني كي نرجعوا لما قام به
هو عبر دون أن يتجاوز، هو عبر دون أن يسيء، هو عبر دون أن يدفع أو يشتم أو فباب المؤاخذة التأديبية في حد ذاته وين ينجم يكون موجود. نختم لك القاعدة الأصولية في المجال القانوني التأديبي أنه نقولوا الإحالة بشبهة والحكم بيقين. يعني لو في حاجة يلا حيلوا، لكن الحكم يجب أن يكون حكما بيقين. هل يقين الحكم التأديبي لمجرد أني عبرت على رأيي أو قلت أو ساندت قضية فضلى أسمى بالنسبة لكل عربي، بالنسبة لكل مسلم، اسمها القضية الفلسطينية، هل يعد هذا في باب موجب للتأديب؟ هذا باب موجب للفخر. الفيفا أقر أن هذا العلم ضمن أعضائها المتواجدين في الكونغرس أو الجمعية العمومية، وهذا اعتراف أن هذا الموضوع ليس جزئية. أيضا نقطة التصريحات، أعتقد خير رد بدا به الكابتن طارق، قال أعتقد أن مدرب فرنسا قبل ساعات معدودة صرح بتصريحات مشابهة أنقص من قيمة الحكم، وشكك أيضا في قصة التعيين. كابتن جمال، تتوقع تصير فروقات في اتخاذ القرارات من ناحية العقوبات وانت لاعب عشت هذه الظروف؟ والله مؤيد من جهه ما يهمنيش انا التاجيل تاعهم هذا، ما نحبش نخوض فيه. تعرف علاش؟ لانه كان اولى تاجيل عقوبه اللاعب الامريكي بالبطاقه الحمراء اللي شالوها، هذه اولى بالتاجيل. علاش هذيك القرار كان في الحين؟ وكانك تقول لا تعني العقوبات بعد ان كسرنا القاعده وتجاوزنا الخطوط الحمراء. فقدت المصداقيه بالنسبه لي يعني. الفيفا فقدت المصداقيه. كابتن جمال، تصريح مهم حقيقه بالعامري، كيف تشوف طريقه اصدار القرارات بين عرب وأفارقة وأوروبا وأيضا الأمريكتين؟ بالنسبة للتحكيم، عدد حسام ليس حسام حسن الوحيد اللي تحدث عن التحكيم. لا ايضا مدرب ديشون تحدث عن التحكيم، مدرب سويسرا ايضا تحدث على غانا كذلك التحكيم، مدرب كيروش ايضا تحدث على التحكيم. فلدينا على الاقل 4 مدربين تحدثوا عن التحكيم. التجاوز، يعني ما هي معايير التجاوز يجب أن تحددها الفيفا. في أين يكمن الإشكال؟ حينما تكون هناك ازدواجية في المعايير، يعني في تطبيق النصوص. احنا تابعنا واقعة إلغاء البطاقة الحمراء للاعب الولايات المتحدة الأمريكية يعني بشكل كوميدي. ليس هناك يعني نص، ليس هناك ما يعطي الحق للفيفا في إلغاء البطاقة الحمراء، وتم إلغاؤها. وهي في الحقيقة هذاك الإلغاء يعكس موازين القوى يعني الدولية وموازين القوى أيضا داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم. بطبيعة الحال كرة القدم لابد تكون أحيانا تصريحات بخصوص الحكام، ولكن أيضا يجب دائما أن الأمور تمشي دائما في الاتجاه الصحيح. لا يمكن أن تتحدث عن تحكيم غير الوقت الذي تريد. ديشون مثلا خسر بكرة القدم، عاد يتحدث على التحكيم، خاص بعض الاحترام أيضا للمنتخبات المنافسة والأداء داخل أرضية الملعب. طيب يا أنفانتينو، مثل ما عفيت على أحد نجوم الولايات المتحدة، أعفو على الجميع، لأن هي الفوضى بدأت، فاستكمل المشوار. شكرا لك جمال سطايفي، شكرا لك. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلك أحدث تحليلاتنا الرياضية اليومية.